السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا أحلى اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وفي أفضل حال، متهنيين وفرحانين وبالكوا رايق، وربنا يسعد أيامكم. قادر كريم يا رب العالمين. في البداية حبايب قلبي، النهاردة فيديو جديد ويوم جديد وروتين جديد وشمس يوم جديدة، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف احنا هنعمل ايه. بس قبل ما هبدأ في القناة ما تنسيش ان انتي تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تحت في الكومنتات، وما تنسيش اللايك لأختك حبيبتك، جزاك الله خيرا، وده فضلا منك مش أمر. ربنا يا رب يصلح حالكم جميعا وييسر لكم امركم. خلوني اقول في البدايه، هقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب اجعل هذا اليوم رزق وبركه وراحه، وافتح لنا يا رب في ابواب الخير يا رب وابواب السعاده، وبارك لنا يا رب في بيوتنا وفي ولادنا، وادينا يا رب الطاقه والفرحه من عندك قادر كريم يا رب. يا رب ارزق يا رب كل مهموم راحه، وكل متعب قوه يا رب العالمين، وكل واحد عنده حلم يا رب فرحه يا رب فرحه. فرح قلبه قادر كريم يا رب العالمين. اللهم آمين آمين آمين. يا رب تكون يا ولاد في أحسن صحة وفي أفضل حال. النهاردة بقى هبدأ معاكم روتين عنب لوز اللوز كده بصراحة. أنا بدأت يومي يا بنات كده، قلت أجيب لكم الشمس والنهار كده يوم حلو كده. بدأت ان انا انشر الغسيل بتاعي. طبعا يا بنات انا شايله الفرش كله، كل الفرش. خلاص بقى خليت الشقه كده، قلت لازم اخليها عروسه. فعملت ايه يا بنات؟ مسكت الفرش كله شلته، قلت عشان اغسله وايه واجدد له كده في الغسيل بتاعته الطاقه بتاعته، ياخد طاقه حلوه كده لما اجي افرشه، يكون ايه، يكون ريحته حلوه يعني، فاهمين قصدي؟ فانا نزلت بقى ايه الفرش كله غسلته، قلت ايه انشره بقى معاكم في الشمس شويه. قلت ان احنا نتكلم كلمتين من قلبنا لبعضينا كده، وفي نفس الوقت نتحمس وننجز اليوم كله مع بعضينا يا بنات. انا طبعا عندي اصلا الشمس ما بتجيش على بلكونتي خالص. بصوا الشمس في الجنب التاني، مش في الجنب اللي عندي ده، بس الحمد لله بفضل الله طراوه بقى وداخلين على صيف، فاهمين قصدي؟ بس نشرت بقى وقلت ايه، قلت اشوف بقى هعمل ايه في الشقه النهارده. هنعمل حاجات حلوه مع بعضينا كتير كده، نجهز الدنيا ونشوف احنا هنعمل ايه. بصراحه يا بنات انا لما صحيت اصلا كان عندي كسل شويه كده، وقلت ايه انا مش قادره اعمل حاجه. بس رجعت قلت طب ما انا لما هخلص وهنجز، واخر خطوه اعملها ان انا ارش المعطر بقى في المكان اللي انا هخلصه، هيكون بصراحه دي اكبر محفز ليا. فقلت يا بنت قومي سمي بالله كده وايه واشتغلي وشوفي هتعملي ايه. بصراحه ايه، جهزت اول حاجه عملت الفطار لاولادي، وقلت ايه عشان اللي ايه اللي وراه حاجه يشوف هو هيعمل ايه، وانا بقى اتحرك براحتي في الشقه، ما بقاش انا اندمجت ودخلت برجلي اليمين والاقي بقى حد يقول يا ماما لا احنا جعانين، لا احنا عايزين نفطر. لا قلت يا بنت فطريهم الاول وانطلقي انت بقى، يعني انت انطلقي وشوفي انت هتعملي ايه. بصراحه يا بنات الواحد بيحب يبدا يومه كده بفنجان القهوه بتاعه، يظبط الدنيا كده عشان يقدر ياخد باور لايه، لليوم كله. المهم عملت لهم الفطار يا بنات، وبدات بقى ان انا ايه امسك غرفه غرفه عندي في الشقه، وقلت بقى ان انا ايه اروقها واظبطها. بس انا عايزه اقول لكم على حاجه كنت سالتكم عليها في فيديو كده، كام فيديو عدى. انا عايزه اشيل يا بنات فراخ عندي بس سليمه بالعظم بتاعها. انا بشيل على طول اللي هو الفراخ الستريبس والفراخ البانيه اللي هي المخليه بتكون زي الفل. انما بقى الفراخ اللي بالعظم بتاعها بلاقي العظمه بتاعتها مغيره، رغم ان انا اكون والله غسلاها كويس قوي وعامله لها محلول النقع بتاعها، بس بلاقي العظمه مغمقه شويه بتاعت الفرخ. فانا عايزاكم تقولوا لي بقى لما بتشيلوا فراخ مجمده، يعني فراخ جايباها وهتجمديها، يعني انا جايباها فريش من عند الفرارجي بس هجمدها، عايزاها لما تنزل ما يكونش العظمه بتاعتها عظمه الفرخه نفسها مش مغمقه. قولوا لي بقى اعمل ايه عشان ايه، الموضوع ده مضايقني جدا يا بنات. كنت جايبه فرختين وشلتهم، ولما طلعت واحده في التانية لقيت ان العظمه بتاعتها غامقه، وانا ما بحبش كده بصراحه، فاهمين قصدي؟ قولوا لي اكتبوا لي في الكومنتات بتعملوها ايه يعني، وعشان تفضل العظمه بتاعه الفرخه بيضه من جوه حتى بعد السويه. خلاص يا بنات. المهم ان انا كنت بقول لكم ايه، بقول لكم ان انا اصلا كنت قايمه مكسله، بس اول ما الحمد لله بفضل الله شربت فنجان القهوه، ربنا سبحانه وتعالى كده اداني طاقه ان انا ايه اقدر انجز واخلص يا بنات. انا مؤمنه جدا على فكره ان الست الشاطره مش اللي هي بيتها كامل وبرفكت قوي، لا بالعكس، هي اللي بتحاول على قد ما تقدر يا بنات تعمل اللي عليها.
دي الست الشاطره، مش اللي هي على طول تخش تلاقي بيتها نظيف تقولي لا دي ست شاطره. لا، الست الشاطره في وجهه نظري، وانا مؤمنه قوي بالنقطه دي، ان الست الشاطره هي اللي مش بيتها كامل على طول. لا، دي الست الشاطره اللي بتقدر تنجز وعلى قد ما تقدر تعمل اللي عليها. فاهمين قصدي يا بنات؟ على قد ما بتقدر تعمل اللي عليها. المهم يا بنات، قلت بعد بقى ما نشرت الغسيل كده وروقت، قلت بقى ايه اما امسك بقى الايه الريسبشن. بصراحه يا بنات ما اخبيش عليكم، كنت عايزه اغسل الحيطان واظبطها. غسلتها خليتها زي الفل يا بنات. بصوا المنظر، بصوا بعد ما غسلتها بقى وفرشت الفرش بتاع الشقه، شايفين الجمال؟ شايفين حاجه كده بسم الله ما شاء الله يا بنات. عملت ايه بقى انا في خلطه التنظيف دي يا بنات؟ انا حطيت فيها كلوراكس الوان، وحطيت شويه مسحوق غسيل اللي انا عاملاه معاكم، اللي هو بتاع غسيل المواعين ده، انا كنت عاملاه معاكم هنا في القناه. فانا خدت منه يا بنات قد كوبايه صغيره كده على الكلوراكس الوان، وغسلت الحيطان كلها يا بنات. وبعدين بقى ايه، قمت معلقه بقى الستاير وملمعه الارضيات. عايزه اقول لكم ان خلى الحيطان عندي بتبرق يا بنات، والله العظيم بتبرق بصراحه. كل سنه وانتم طيبين بقى ايه. عايزه الدنيا تبقى زي الفل كده، وربنا يجعل ايامكم كلها يا رب خير وستر وراحه بال يا رب العالمين وصحه، اللهم امين. بصوا بعد ما خلصت بقى فرشتها مسحتها، غسلت الحيطان كلها، غسلت الجبسون بورد، كل ده بالخلطه اللي انا قلت لكم عليها. خلاص. وبعدين ايه وعلى فكره وانا شغاله كده كنت مشغله قران جنبي، بيدي والله العظيم يا بنات راحه نفسيه كده، وتحسي ان المكان كده بينضف. وحياه ربنا جربي تعملي كده، تشتغلي والقران الكريم شغال جنبك. المهم يا بنات عملت ايه بقى، علقت الستاير بتاعتي ومسحت الزرع اللي انتوا شايفينه ده، وغسلت كل المفارش اللي على المكتبه اللي انتوا شايفينها دي، والله كل ده اتغسل. حتى الانتيكات اللي انا حطاها دي كلها يا بنات، دي اذاعه القران الكريم عندي يا بنات، كنت مشغلاها. ولمعت المرايه اللي هنا اللي عند باب الشقه، ولمعت مرايه الترابيزه، وغسلت اسمه ايه الفازات. بصي خليت الدنيا بمعنى الكلمه بتبرق والله العظيم يا بنات. شايفين الجمال؟ حاجه كده بسم الله ما شاء الله. وجبت يا بنات معطر حلو قوي، جايباه خام، وانا خفيته بقى في ايه، في البخاخه. عايزه اقول لكم ان انا رشيت منه، خلى الدنيا زي الفل، ريحته خطيره يا بنات والله العظيم. جربي كده، قومي اسمعي كلام اختك كده وتنشطي، خلي الشقه نظيفه وريحتها حلوه، من فوق السجاد نضيف وتحت السجاد الارض نظيفه. فاهمين قصدي؟ والله العظيم يا بنات هتلاقوا الدنيا زي الفل. والله العظيم يا بنات وحياة ربنا مهما كان اليوم صعب او في ضغط، حاولي ان انت تفرحي نفسك بحاجه بسيطه. حاولي ان انت بصي، لو يعني لو هتشيلي الكنبه من المكان ده وتحطيها في المكان ده، بس هتحسي ان انت جددتي حاجه وغيرتي مودك. والله العظيم جربي تعملي كده. لما بيكون اليوم صعب ومضغوط، حاولي تعملي اي حاجه لنفسك تبسطي نفسك فيها، حتى لو كوبايه شاي، فنجان قهوه. انتوا فاهمين قصدي؟ حتى لو ركن صغير نظفتيه، يعني مش لازم تهدي الشقه وتبنيها في نفس اليوم، لا انت ممكن تعملي مثلا حاجه لو ركن صغير خالص نظفتيه، والله العظيم هتحسي ان الحاجه البسيطه اللي انت عملتيها دي بس فرقت جدا جدا في نفسيتك، فرقت جدا في نفسيتك. عارفين يا بنات الحافظه اللي انا حطاها في ارضيه المطبخ دي كانت حافظه السجاد اللي انا حطاها في سجاد الطرقه، بس اتمني حطيت السجاد الصيفي، فقمت مدخله بقى دي ايه المطبخ. بصي لقيتها ما شاء الله جميله. انا عندي يا بنات المطبخ هنا في الاسكان متر في 3، يعني الطول متر، لا العرض 2 3 متر في 3 طول. انتوا فاهمين قصدي؟ هو مش 3 قوي، هو 2.80 يعني للامانه. بس بصوا يا بنات لما حطيت السجاده فرقت ازاي في المطبخ. عايزه اجدد، كل مره اغسل سجاده المطبخ واحطها هي. فانا قلت لا انا عايزه اغير بصراحه يا بنات، يعني انا قلت انا عايزه اغير. فقمت بقى حاطه الحافظه اللي انا حطيتها بتاعه الطرقه دي، جبتها فرشتها فين، فرشتها في المطبخ. قومي كده تنشطي وغيري اي حاجه في الشقه. هاتي الكنبه من هنا لهنا، البف من هنا لهنا كده. عايزه تغيري مكان السرير، مكان الكومودينو، اعملي اي حاجه تديكي باور ونفسيه جديده. فاهمين قصدي؟ وبعدين ما تقارنيش نفسك بحد، ما تقوليش اصل دي بيتي على قدي وعفشي على قدي. لا يا بنات، كل واحد وليه ظروفه، وكل واحدة بتعمل اللي بتقدر عليه. بصوا اخر خطوة يا بنات، بعد ما فرشت السجاد رشيت بقى المعطر. دي يا بنات نستني تعب اليوم كله وحياة ربنا، والله العظيم يا بنات دي نستني تعب اليوم كله.
شفتوا يا بنات نهاية الفيديو معاكم حلوة ازاي؟ دي يا بنات كانت نهاية الفيديو، ده كان فيديو النهاردة. يا رب يكون عجبكم يا رب، اللهم امين، واداكم شوية طاقة وشوية نشاط. ولو الفيديو عجبك امانة عليكي ما تنسيش اللايك لاختكم ممازن، وتشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش، وفعلي الجرس خليه بشنبات علشان يوصلك الكل، اللي هو اضغطي على الكل عشان يوصلك كل جديد اللي هو ابو شنبات. انا مسميه الجرس ابو شنبات. واكتبي لي في التعليقات اكتر حاجه في الشقه عندي عجبتك ايه. ويا رب يا رب يوفقنا جميعا يا رب، ويكتب لنا الخير جميعا، ويصلح حالنا يا رب وحال الدنيا كلها. يا رب يصلح حال الدنيا كلها يا بنات. اشوفكم يا رب دايما على خير في فيديو جديد، ويصلح حالكم ربنا قادر كريم. واخر كلامي أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.